شباب، هنفك النهارده اف ار بي جهاز اي 0 5 اس. طبعا ده هنشتغل عليه تيست بوينت. هفك وهوريكم التيست بوينت، اصبروا عليا واحده واحده. شباب، احنا فكينا الظهر اهو، هنشتغل تيست بوينت. طبعا النقطتين دول هوريكم بقى من الناحيه التانيه، معلش. النقطتين دولت شايفينهم اهو. طبعا هتوصل دول، فك كابل البطارية من مكانه، توصل دول، ووصل كابل يو اس بي كده، هيكون شبك معاك على الكمبيوتر. بعدين هوريكم هنعمل ايه، خليكم معايا واحده واحده. احنا بقى نفتح واجهه اللوك تول عشان نشتغل منها. تمام، هقول لكم دلوقتي هنشتغل فين. نجيب سامسونج ونخش على سكاتر من هنا، وهنختار بقى ايه الموديل. ده الموديل بتاعنا بقى ايه، ونعمل اف ار بي. طبعا انا موصل. هنشوف بقى هنا كده ايه، ادينا دوسنا جهاز قرا التعريفات، سيرفر تمام. كده الجهاز ضم. يلا بينا نجرب. فتح معايا اوتوماتيك اهو. كده خلاص الجهاز خلص معايا. انا ما لقيتش حل تاني غير تيست بوينت، يعني حتى السيرفر ايمي ما كانش مدعوم. طبعا هو معالج كده كده ام تي كي، فالموضوع في التيست بوينت خلاص هي خبطة بالشاكوش بقى. الموضوع خلص. متعبة شوية بس تمام يعني. حبايبي، يا رب اكون افدتكم. موضوع بسيط. خلاص الجهاز خلص معايا اهو، والحماية بتاعته اهي لو عايزين تعرفوها بالمرة.
اهو اس8. هنقفل الجهاز بتاعنا. قفل ظهرك بقى. الموضوع خلص. يا رب اكون افدتكم حبايبي.